اليمنيين متظاهرين، الحقي البنت دي بتتريق عليكي. مين يا جماعة؟ غادة؟ مش ممكن. عايزاكم تسقفوا للحوثي اكتر. في واحده هنا بقعد اسمعها تقول الايرانيين سوري اليمنيين والحوثي. انت مش عارفه حاجه على فكره، انت ما تعرفيش حاجه، انت مش فاهمه حاجه. الحوثي ده ما بيعملش كده عشان خاطر فلسطين. ايوه انا يا جماعه، انا اللي بعمل كده يا جماعه. بس مش شرط يعني، سواء انا ولا غيري انا هرد بالعقل والمنطق. انتي بتقولي ان قناه السويس المصريه اتاثرت بنسبه 42%. على فكره كلامك صح جدا، بس ال 42% ولا حاجه ولا اي خساره قدام صوره زي دي. وعلى فكره مش بزايد عليكي، دي اقل حاجه ممكن مصر تقدمها. تاني حاجه، وزير الخارجية المصري، وانتي مصرية وانا مصرية واكيد مصلحتنا كلنا واحدة، لما اتسأل عن اليمن قال ما يفعله اليمنيين هو رد طبيعي للي بيحصل لاخواتنا في القطاع، واستحالة ان احنا نعالج العرض من غير ما نعالج المرض. اللي بيحصل في البحر الاحمر هيتحل تلقائي لما نحل المشكلة الاساسية. مش مصدقاني؟ طب اسمعي بنفسك. مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، وإنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها. ما جبتش حاجة من عندي. تالت حاجة، هي ما أثرتش فيا بس ممكن مع غيري تأثر. طريقتك في النقد اللي هو دي مش عارفة حاجة ودي مش فاهمة حاجة، يعني طريقة اللي انتي تستحمري اللي قدامك في النقد طريقة مش حلوة. انتي ممكن تقولي انتي مش متابعة النقطة دي فاتتك بطريقة حلوة وهتخلي اللي قدامك يستقبلها منك بأريحية. زي ما انا عايزة اوصلك معلومة فايتاكي، مش هقولك بقى انتي مش فاهمة وانتي مش عارفة، انتي ممكن تكون المعلومة ما وصلتكيش مش اكتر. يعني انتي بتقولي ان ما يفعله اليمنيين في البحر الاحمر لا يؤثر على الوضع الحالي، بالعكس ولاد الاخص بيوصل لهم كل حاجة عن طريق البحر المتوسط. ماشي كلامك صح، بس هو مقصر، بدليل ان في اجتماع من امبارح دولي استخباراتي. فين؟ في فرنسا. بين مين ومين؟ فرنسا وبريطانيا وطبعا امريكا ومصر وقطر. ومين اللي بيعمل المستحيل عشان يحل المشكلة اللي في المنطقة؟ امريكا. ليه؟ عشان هي متأثرة، عشان هي وبريطانيا معمول عليهم حظر تجوال في البحر الأحمر. وإن كان اللي ما يتسموش بالفعل بتوصل لهم حاجتهم زي ما انتي قلتي، لكن أمريكا وبريطانيا تكاد التجارة البحرية بتاعتها بتنهار. الشحن من طريق رأس الرجاء الصالح اضربيه في 16 ضعف. خراب وتضخم تجاري هم مش قادرين يتحملوه. إذن اليمنيين مقصرين ويشكروا. مش مقتنعة، هقولك دليل تاني. النهاردة مامتهم الأمريكية تقول إن نتن وشلة المتطرفين اللي معاه منطورين، وتصريحاتهم اللي بيقولوها في الهوا طايرين، والاتفاقية هتتم رغم أنف الجميع. وهنية هيجي بكرة يوم الخميس هيمضي بس على الاتفاقية، الاتفاق ناقص على الإمضاء. كل ده واليمنيين مش مقصرين. بلاش اركني كل ده على جنب. سمعتي امبارح خطاب؟ لو سمعتيه وسمعتي آخر جزء في الخطاب هتسمعيه وهو بيشكر في اليمنيين. ده لو هو شكر في اليمنيين إذن إحنا كلنا لليمن مطبلين. إحنا كعرب بقى معظمنا قلبا وقالبا مع هؤلاء الرجال، والله قالوا شكرا لليمنيين إحنا وراهم نقول أمين. وختاما أنا مش طالعة أزايد عليكي، لكي مني كل الاحترام، بس سيبي الكومنتات عندك مفتوحة لعل وعسى حد كان يصلح معلوماتك قبل ما تنتقدي بالطريقة دي. وشكرا جزيلا.